السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب يكون كله بخير. في فيديو النهارده هنبدأ نتكلم تاني بشكل أكبر عن التراكنج ونشوف فيه حاجات أكتر، وكمان نكمل ونعرف تريكات جديدة تساعدنا إننا نطلع البروجكت ده. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ على طول. طيب زي ما احنا شايفين كده دي الفوتج بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها النهارده. الحركه بتاعت الكاميرا هنا حركه مش عنيفه، حركه بسيطه شويه، وهي بتركز على النافوره بس اللي في النص دي. هنشوف ازاي بقى ممكن نطلع منها مشهد نقدر نستخدمه ونطلع منه حاجه تكون كويسه. هو الشوت كله 16 ثانيه، فاحنا ممكن بس نقص الفيديو ونخليه يبقى للنص عشان عدد الفريمات اللي احنا نشتغل عليه ما يبقاش كتير، بس انت ممكن عادي في التنفيذ بتاعك بقى تبدا تشتغل على الفيديو كله كامل يعني. فاول حاجه هنعملها بقى ان احنا نفتح بلندر، ندخل على الفيديو اديتنج ونعمل شيفت ايه عشان خاطر نحط الفيديو بتاعنا هنا. ده الفيديو بتاعنا زي بقى ما اتعلمنا المره اللي فاتت ان احنا محتاجين نظبط الاسبكت ريشيو بتاعتنا. هنا الريزوليوشن 2160 في 3840، فهنخليه هنا يبقى 2160 في 3840، والفريم ريت 30، فهنخلي الفريم ريت 30. هنا عندنا زي ما قلنا بقى الديوريشن بتاعنا لو عايز تشتغل على الفوتج كلها هتخليها تقريبا تبقى 492 فريم، بس احنا ممكن نكتفي بس ب 250 فريم عشان خاطر ما يبقاش الفيديو بتاعنا طويل يعني في عدد الريندر او كده. بس انت بالنسبه لك بقى خلاص ممكن لو جهازك يستحمل ممكن عايز تشتغل على الفوتج كلها مفيش مشكله يعني. اوكي طيب برضو من ضمن الحاجات اللي عايزين نقللها شويه هنا هو البرسنتج بتاعت الفوتج دي، ان هي بدل ما هي 2K كده ممكن نقللها شويه نخليها تبقى 50% بس من الريزوليوشن دوت عشان يقلل معانا في الوقت بتاع الريندر وبتاع الماتش موف. اوكي طيب حاجه كمان برضو عايزين بقى نخلي الفوتج دي قد الصوره كلها او ماليه الفريم كله، فهنيجي على الترانسفورم هنا وزي ما اتفقنا السكيل دي بنخليها 1 عشان تبقى ماليه السكيل كله. اوكي هنطلع بقى الفوتج دي نخليها PNG RGB 16 بت، نختار المكان اللي احنا هنعمل فيه الاكسبورت، وليكن بقى هنا هيبقى في الداونلود الفوتج. هنعمل هنا فولدر هنسميه سيكونس ونسميه فريم اندرسكول ونقول له اكسبت، وبس كده هندوس كنترول F12 عشان يبدا ان هو يطلع لنا الفيديو بتاعنا دوت، يحوله لنا لفريمات عشان نقدر نستخدمه في الماتش موف. هو كده خلاص هنقفل بقى الفايل ده ونقفل كمان بلندر دوت ونفتح بلندر جديد، وهندخل من هنا على الVFX، نفتح من هنا الفوتج بتاعتنا اللي احنا لسه عاملين لها اكسبورت، ناخد اول فريم وندوس على حرف الاي عشان يفتح كل الفوتج بتاعتنا. نتاكد بقى من الريزوليوشن بتاعنا ان هنا دوت هيبقى 1080 في 1920 اللي هو كان نص الريزوليوشن اللي احنا كنا عاملينه في الفايل اللي فات. الفريم ريت كان 30 فريم بير سكند. الكلر مانجمنت بتاعتنا هنا هنخليها ستاندرد عشان خاطر ما يلعبش في الالوان ولا في اي حاجه. اوكي بعد كده هنبدا هنا بقى زي المره اللي فاتت هندوس سيت سين فريمز وبريفيتش وريلود عشان يعمل ريلود للفوتج كلها. طيب اول حاجه الحركه بتاعتي هنا بتاعت الشوت، تعال نشوف احنا عشان بس نعرف هنستخدم انهي موديل. الحاجات عندي هنا بتتغير وبتكبر وبتصغر وفي حركه وفي روتيشن. فاول حاجه هعملها ان انا هستخدم الموديل بتاع اللوكيشن والروتيشن والسكيل. الماتش هنا بخليها على طول بريفيس فريم وبفعل النورماليز. التراكنج هنا بس بخلي الكورليشن بتاع دوت يبقى 0.9 عشان خاطر يبقى متاكد بنسبه 90% من اي حاجه انا بختار. طيب هنبدا بقى نعمل ايه؟ بدل ما هنبدا ان احنا نختار مانيوالي بايدينا كده، لا هنخلي بلندر هو اللي يساعدنا ويعمل ديتكت للفيتشرز اللي موجوده، الحاجات اللي هو شايف ان هي ممكن تكون فيها كونتراست عالي. بس بدل ما الماركرز بتاعتي صغيره قوي كده ممكن اكبر الباترن بتاعتي من هنا شويه واكبر السيرش اريا بتاعتي شويه عشان خاطر الماركرز تبقى كبيره وتبقى ماسك في حاجه كويسه. لو انت محتاج تزود عدد الماركرز اللي موجود دي ممكن من هنا من الديستنس دي بدل ما هي 120 ممكن تخليها مثلا 100 كده، بيزود في عدد التراكرز اللي موجوده. بس كل ما عدد التراكرز ده بيزيد كل ما الوقت بتاع التراكنج بيزيد شويه، فخلي بالك من الجزئيه دي. برضو الثريشولد دي انت ممكن لو عايز تقللها شويه تخليها 0.2، ده بيزود برضو في نسبه الماركرز اللي موجوده، بس برضو بيزود في المده بتاعه التراكنج. فخلينا نيجي هنا كده بقى وندوس كنترول T يبدا يعمل تراكنج لكل النقط اللي هو كان ماسكها دي، وليكن كده لحد ما نوصل للاخر. بعد كده هنبدا نعمل تاني ندوس ديتكت فيتشرز تاني واحنا واقفين بقى في اخر فريم خالص، هيبدا يمسك فيتشرز جديده من الفيتشرز اللي في الفيديو. وبعد كده هنعمل تراك باكورد اللي هو كنترول شيفت تي عشان يبدا يعمل تراكنج للماركرز اللي هو مسكها دي بس بالعكس بالشكل ده. طيب برضو زياده تاكيد ممكن نيجي عند نص الفيديو خالص اللي هو 125 فريم 125 ونقول له ديتكت فيتشرز برضو هنا
ونعمل كنترول تي كده. احنا مسكنا فيتشرز من الاول خالص او تراكرز من الاول خالص، وتراكرز من الاخر خالص، وتراكرز من وسط الفيديو. ماشي اوكي. بس التراكرز اللي احنا مسكناها من وسط الفيديو دي عملنا لها تراك فورورد. هنا بقى احنا عاوزين نعمل لها تراك باكورد، فهنيجي تاني عند فريم 125 وهنعمل تراك باكورد من هنا عشان يكمل تراكنج للنقط دي بس بالعكس للظهر لورا. وبس كده احنا كده عملنا تراكنج لكل النقط اللي احنا محتاجين نعمل لها تراكنج. هنبدا بقى نروح على الخانه الثانيه اللي هي خانه السولف عشان خاطر نطلع السولف ايرور بتاعنا. طيب هنبدا نشوف نعمل سولف للكي فريم، وهنعمل سولف للفوكال لينس والاوبتيكال والراديال، لان انا مش معايا الداتا دي، الداتا اللي اتصور بيها الفايل ده مش معايا، فهبدا اعلم عليهم كلهم. وبعد كده هاجي هنا على السولف موشن، اروح جاي دايس عليه واشوف الايرور اللي هيطلع لي هنا هيطلع لي كام. زي ما اتفقنا انا بحاول هنا ان انا اوصل للايرور بتاعي يبقى اقل من 0.3، اقل من 30% عشان خاطر التراكنج بتاعي يبقى مظبوط وجميل. هنا طلع معايا في الاول 6 و 30%. فهبدا ان انا بقى عايز اعالج التراكرز اللي معايا دي، لان كده في واضح ان في تراكرز كتير فيها مشاكل. فعشان اعالج الموضوع دوت هاجي من هنا على الكلين تراكر، هدوس عليها وهيبدا يفتح لي بقى التاب اللي هنا دي. هتلاقي هنا في حاجه اسمها ريبروجكشن ايرور. هبدا ان انا ازود فيه الايرورز دي شويه كده عشان اختار الايرورز اللي او التراكرز اللي فيها ايرور عالي لحد هنا كده مثلا. وهبدا ادوس على الاكس من الكيبورد عشان يعمل لهم ديليت، وابدا اعمل سولف للكاميرا موشن تاني، اشوف النتيجه بقى اللي هتطلع معايا. قلنا كتير بقينا 79%. ممكن نعمل نفس الحركه تاني كلين تراكرز، ونبدا ان احنا نزود في البروجكشن دوت كده شويه، ونمسح التراكرز دي ونعمل سولف تاني. بدأ يقل معايا تاني بقى 48%. يعني قربنا كده بقينا كويسين شوية، بس يعني خلينا نطمع مرة كمان. هنعمل كلين تاني ونمسح مثلا التراكرز دي وليكن كده. هنعمل سولف للكاميرا موشن تاني 47 برضو. طب تعالى نشوف لو احنا برضو جربنا تاني كده ومسحنا التراكرز دي وعملنا سولف للكاميرا تاني هيبقى عامل معانا ازاي. بقى 16، ده نسبة كويسة جدا جدا. فاحنا كده التراكنج بتاعنا هيبقى كويس وحلو قوي. ممكن نبدأ ان احنا من هنا بقى هندوس على set as background، وبعد كده نعمل سيت اب للسين بتاعنا. نزل لنا كيوب ونزل لنا بلين ونزل لنا شوية حاجات كده في الجنب زي ما اتفقنا. طيب احنا محتاجين بقى هنا هنحدد ايه. اول حاجة عايزين نحدد الاوريجن بتاعتنا. ايه هو الاوريجن؟ اللي هيبقى النقطة بتاعت التمركز بتاع الفايل بتاعنا. وليكن مثلا تعالى نختار النقطة دي، هنقول له دي هتبقى set اوريجن. فدي كده النقطه بتاعت الاوريجن بتاعتي. تاني حاجه هحتاج اقول له ان انا عايز اعرف الارض بتاعتي فين. فانا الارض بتاعتي مثلا همسك 3 نقط ماسكين الارض. فتعالى مثلا نمسك النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، ونقول له ان دي اللي هتبقى الفلور. اوكي. وهقول له ان انا محتاج اعمل بقى الديستنس او المسافه بتاعتي بتاعت السين ده عشان يعرف هو السين ده كبير ولا صغير. احنا المره اللي فاتت او في السين اللي فات لما كنا على ورقه حددنا كده ابعاد الورقه وعملنا ان هي 20 سم، فعرف ان دي مقاس الورقه. ممكن نيجي هنا برضو كده بالتقريب. يعني لو افترضنا انه المسافه من هنا لهنا، يعني اعتقد دي ممكن ما تزيدش عن نص متر، فممكن نعمل هنا 0.5 ونعمل set سكيل وابلاي للسكيل. طيب في حاجه كمان برضو ممكن نعملها زياده كزياده تاكيد. يعني ممكن تحدد النقطه بتاعتك اللي انت عاوز ان هو يكون ده الاكس اكسس بتاعك، وتقول له من هنا ده set اكس اكسس عشان خاطر يبقى المحور بتاع الاكس بتاعك. خلاص كده احنا يعتبر خلصنا وانجزنا المهمه بتاعت التراكنج بتاعتنا بشكل عظيم. تعالى بقى نبدا ان احنا نخرج بره الموشن تراكنج دوت، ونروح عند القائمه بتاعت اللي اوت ونشوف الحاجات اللي احنا عملناها دي. تعالى ندوس 0 في الكيبورد ونفتح من هنا كده نقسم الشاشه دي. عندنا هنا طبعا الكيوب دوت كبير جدا. الكيوب ده مقاسه 2 متر في 2 متر، فعشان كده هو واخد الكاميرا بشكل كبير قوي. لو احنا طلعناه فوق دوسنا جي زد طلعناه فوق كده، بص هتلاقيه قافل الكاميرا خالص. تعالى نفعل بقى الكاست كي بتاعنا عشان نشوف الزراير. فادي الكيوب بتاعنا كبير قوي، فخلينا نصغره شويه وليكن يبقى كده. طبعا زي ما اتفقنا بقى ان بعد ما بلندر بنخلص التراكنج بتاعنا بيحط لنا هنا شويه حاجات احنا ممكن ما نكونش محتاجينها، زي الكوليكشن دوت ممكن نمسحه، والكوليكشن الفور جراوند ممكن نمسحه، وبيحط لنا هنا 2 لايرز انا برده مش ببقى محتاجهم لان هم احيانا بيعملوا مشاكل كتير. اللايت دي بمسحها، كل الكلام ده انا بمسحه. ودي الجراوند بتاعتنا او الارض ممكن برده نشيلها دلوقتي. الاوريجن بتاعي انا واخد بالي ان هو اتغير مكانه تقريبا، بقى مكانه هنا. تعال نرجع كده تاني نشوف. احنا كنا المفروض قلنا عايزين النقطه دي تبقى هي السيت اوريجن بتاعتنا. اوكي
واخدين بالكم بصوا ايه اللي حصل، راحت خلاص الاوريجن هنا. تعالى نحدد النقطه دي بقى، نخليها المره دي هي تبقى الاكس اكسس بتاعتنا وليكن كده، عشان يبقى الاكسس بتاعتنا يعني الى حد ما ممكن تبقى مظبوطه. تعالى نجرب لو احنا غيرناها خليناها ده، حاسس ان دي ممكن تبقى اظبط شويه، وبعد كده نرجع تاني على اللاي اوت بتاعنا فادانا الاورينتيشن بتاعنا بالشكل ده. طيب زي ما اتفقنا، عشان لو عايزين نتاكد انه التراكنج بتاعنا مظبوط، تعالى نحط الكيوب ده هنا مثلا، وتعالى نجرب نلعب الحركه بتاعتنا ونشوف هل هو بيتزحلق من على الارض او بيتحرك في اي حركه مش مظبوطه ولا حاجه. بالعكس كل حاجه تمام وزي الفل كده، احنا التراكنج بتاعنا مظبوط وجميل وزي الفل. طيب ممكن بقى نعمل سيف للتراكنج دوت. هنيجي هنا نخش في البلند فايل، نخش على التراكنج وهنعمل له سيف بقى باسمه، مثلا هيبقى مثلا ده هنسميه سيشن 3 تراكنج V01 ونعمل له سيف. اوكي طيب احنا كده يعتبر انجزنا المهمه الاولانيه بتاعتنا في الفيديو ده. خلينا بقى نبدا نخش في المرحله الثانيه، الا وهي ان احنا نظبط السين بتاعنا. فهنخش على الكاميرا ونمسك الكاميرا بتاعتنا ونيجي هنا، هنشيل طبعا الريندر اند ديستورت دي عشان خاطر نشيل فكره الديستورشن اللي هو عمله لنا. هنعلي الاوباسيتي بتاعتنا نخليها 100% عشان خاطر نشوف الباك جراوند بشكل كويس. الكيوب بتاعنا دوت لو هو ظهر معاك بالشكل ده كده في مشكله في النورمالز بتاعته، فممكن تيجي من هنا نحط له موديفاير ايدج سبليت عشان خاطر يبان معانا بشكل كويس، او ممكن تمسحه وتنزله تاني، شوف بقى اللي يريحك يعني عادي. الريندر بتاعنا زي ما اتفقنا بنخليه سايكلز، وهنا جي بي يو عشان احنا بنعتمد على كارت الشاشه مش بروسيسور. وهنيجي تحت هنا في الفيلم هنفعل الفيلم ترانسبيرنت عشان خاطر لما نيجي نعمل الريندر بتاعنا يبان معانا بالشكل ده. طيب ممكن نشيل دلوقتي السين وورلد والسين لايتس عشان خاطر نشوف الدنيا الى حد ما تبقى واضحه. هنجرب كده نتحرك في المشهد، يعني انا شايف الدنيا جميله وسموز وزي الفل. طيب تعالى بقى عايزين نحلل اللايتس بتاعت المشهد بتاعنا ده عشان خاطر نختار HDRI تبقى مناسبه للمشهد بتاعنا ده. الشادوهات زي ما انتم شايفين كده على الارض هي هارش، فمعنى كده ان احنا الاضاءه دي في وضح النهار، فاحنا محتاجين HDRI تكون واضحه وتكون فيها لايت هارش وشادو هارش. الاتجاه بتاع الشمس جاي ازاي، لو ركزنا شويه كده هنلاقي الشادوهات بتاعت الناس كلها نازله في الاتجاه دوت، معنى كده ان الاضاءه بتاعتي نازله من الاتجاه ده كده. اوكي فممكن نيجي نسيب الكيوب بتاعنا دوت هنا ونفعل الارض بتاعتنا، نكبرها شويه وليكن تبقى كده، وهندخل على الويب سايت بتاعنا وهندخل على بولي هيفن، وتعالى نشوف الاتش دي ار ايز بقى اللي موجوده اللي احنا هنختار منها ايه اتش دي، نختار منها واحد يبقى مناسب للانفايرمنت بتاعتنا. تعالى يعني انا شايف انه الوايلد ستريت دي قريبه قوي من اللي احنا محتاجينه، هي ودي هما الاثنين دول، فممكن نستخدم دي ونعمل لها داونلود. هنيجي هنا في الداونلودز، هنيجي هنا في الاسيتس ونعمل داونلود. وعشان نحط بقى الاتش دي ار اي بتاعتنا زي ما اتعلمنا، فاحنا هنحتاج ان احنا نيجي على الورلد هنا، وفي الكلر دي هندوس عليها ونختار من هنا انفايرمنت تكتشر وندوس اوبن، نختار المكان اللي احنا حطينا فيه الاتش دي ار اي بتاعتنا ونختار. تعالى نفعل بقى الريندر سيتنجز بتاعتنا كده عشان خاطر نشوف الدنيا، ونقسم دي كده نخليها 2 عشان خاطر نخلي فيه هنا جزء للشيدر اديتور. نبدا ندخل على الورلد، وادي الاتش دي ار اي بتاعتنا، هندوس كنترول تي عشان نحط الكوردينيتس بتاعتنا عليها ونبدا نعرف نلفها. طبعا لو انت دوست كنترول تي عندك وما اشتغلتش زي ما اتفقنا، فانت المفروض بتفعل من هنا النود رانجلر لان دي حاجه مهمه جدا، وبعد كده تدوس سيف ريفرنسز وتحطها. طيب تعالى نماتش بقى اتجاه الشادو دوت مع الشادو او الشادوهات اللي موجوده. بصوا هنا الشادو نزل ازاي، وزي ما اتفقنا احنا محتاجينه ينزل هنا، فهبدا ان انا الف الاتش دي ار اي دي بتاعتي وليكن تبقى بالمنظر ده كده، يعني وليكن تبقى بالشكل ده. طيب في حاجه كمان برضو المفروض هنا اخلي بالي منها، ان احنا شغالين على ال 3 دي، وزي ما اتفقنا احنا في ال 3 دي بنحتاج ان الكالر سبيس بتاعتنا تبقى AGX مش تبقى ستاندرد عشان خاطر ال 3 دي بتاعنا يطلع يعني الى حد ما مظبوط. طيب احنا كده خلاص ظبطنا الماتش موف وظبطنا اللايت بتاعنا في الشوت. تعالى بقى نبدا نحط العنصر بتاعنا بقى اللي احنا هنحطه كموديل احنا جايبينه جاهز النهارده. هنفتح من هنا فايل، دوس ابند، هنختار المكان اللي فيه الاسيتس الاديداس بتاعتنا، وهنيجي على الكوليكشنز هنختار من هنا الاديداس رانينج شوز. بالشكل ده هيبدا ينزل معانا في المشهد بتاعنا. طيب هو يعني الموضوع بسيط، هي شوز انا منزلينها من على بلندر كيت، وحاطين فيها الجزء اللي هو بتاع المكوك الفضائي دوت، او الحاجه اللي بتخلي الشوز يبقى كانه طاير كده شويه. وهنظبط اللوكيشن بقى او المكان بتاعه، فهنيجي هنا وليكن مثلا هيبقى
كده. واخدين بالكم الشادو بتاعه بص مقصر تحت، بس اعتقد انه دي محتاجه الشادو كاتشر دي تكبر شويه، وندوس كنترول بي عشان نخلي بس التركيز على الجزء اللي هنا ما يبقاش اي تشتت بره يعني. ماشي، انت بقى ممكن براحتك بقى بدل ما تستخدم نفس الموديل اللي انا حاطه هنا، انت ممكن تستخدم بقى الموديل بتاعك انت، اي موديل انت مشتريه او حاجه انت عاملها. لو جيت لعبت الفيديو بقى هتلاقي كل حاجه ثابته في مكانها وده موجود كده. لو عايزين نديله شويه حيويه او شويه روح كده، ممكن نيجي عند الاول خالص هنا ونخلي الشوز دي بدل ما هي ثابته كده نديها انيميشن. فهنيجي عند الروتيشن نقف على الاديداس راننج دي، ونيجي هنا ندوس على كليك يمين ونعمل انسيرت فريم على الروتيشن، ونيجي في اخر فريم خالص عايزين نخليه يلف في محور الزد بتاعنا ده. فهنيجي هنا هنقول زائد 360 درجه مثلا كده، انا خليته يلف 360 درجه في محور الزد، هيبقى الحركه بتاعته عامله كده بالشكل ده. لو انت بقى عايزه يلف مرتين فهتيجي عند الاخر هنا كده، وبدل ما هي 523 هتقول له زائد 360 درجه تاني كده، عايزه يلف 360 درجه تاني، فهو كده بيلف لفتين. زي ما اتكلمنا بقى في محاضره الانيميشن، تقدر تحط الكي فريمز بتاعتك بقى وتعمل الانتربوليشن بتاعهم وما بينهم وبين بعض بمنتهى السهوله بالشكل ده. اوكي جميل جدا، خلصنا احنا كده يعتبر البروجكت السريع بتاعنا ده. طيب برضو حاجه كمان برضو ما ننساهاش، هي الفكره بتاعت الشادو كاتشر اللي تحت الارضيه بتاعتنا دي. بدل ما هي الماتيريال بتاعها ساده خالص او ما فيهاش اي ماتيريال خالص، تعالى نلغي من هنا كده الشادو كاتشر. هي هنا معانا الارض او البلان اللي موجوده دي لونها ابيض، فبالتالي هي بتبان في الريفليكشن اللي هنا لون ابيض. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزينها لو في اي حاجه معانا ريفلكتد. لو نفترض ان احنا معانا هنا زي كوره ايكوسفير كده مثلا، والكوره دي مثلا مكانها هنا كده، فلنفترض مثلا انه الكوره دي عليها ماتيريال ان هي ميتاليك كده وعاكسه بنسبه كبيره. فواخدين بالكم خلينا الارض دي ونخلي الارض بتاعتنا دي ترجع تاني شادو كاتشر. واخدين بالكم ان الشادو اللي هنا دوت بص لونه ابيض ازاي، بس هو الارض اللي هنا مش لونها ابيض بالشكل ده. فعشان نعالج النقطه دي ما ننساش الحته دي احنا كنا اتكلمنا عنها في المره اللي فاتت. هنعمل ايه؟ هنمسك الجراوند بتاعتنا ونحط نيو ماتيريال عليها، وهنيجي من هنا ندوس شيفت ايه ونختار ايمج سيكونس او ايمج تكتشر، الاثنين زي بعض. هنختار من هنا السيكونس بتاع الباك جراوند اللي هو او الفوتج اللي ورا دي، هندوس عليها على اول فريم وندوس على حرف الاي عشان يحددهم كلهم. هتيجي هنا وبعد كده هنبدا ان احنا نوصل الكالر في البيس كالر بتاعتنا، فهيبدا زي ما انت شايف كده اللون بتاعها اتغير شويه. هنعلم على الاوتو ريفرش وهنيجي على دي وندوس كنترول تي عشان نحط الكوردينيتس بتاعتنا. طيب زي ما اتفقنا لو الكوردينيتس دي عندك ما اشتغلتش كده، فانت بتيجي من هنا وبتفعل النود رانجلر. اخر حاجه بقى في التكتشر كوردينيت اللي هنا دي، بدل ما هي من على اليو في بنخليها من على الويندو. معنى كده ان انت بتقول له خد اللي الكاميرا شايفاه وحطه على البلان اللي موجوده دي. معنى كده ان انا لو غيرت الكاميرا بتاعتي بص مهما تتغير هي واخده من اللي الكاميرا شايفاه على طول يعني، او من الفوتج بتاع الكاميرا دي. اوكي، فبص بقى ايه اللي حصل هنا دلوقتي. بدل ما كانت كده بص الفرق كده من بيفور وافتر، فدي بتدي رياليزم بيبقى شكله احلى بكتير يعني. فبس في الاخر خالص بقى ما تنساش ان انت ترجع الارض بتاعتك دي تخليها شادو كاتشر تاني عشان خاطر ما تبانش معانا في الريندر، ويبقى بس موجود الريندر او الجزء اللي هو بتاع الشادو بس اللي عليها دوت هو اللي يبان. اوكي طيب الكوره دي خلاص بقى مش محتاجينها، فممكن بقى نبدا ان احنا خلاص نجهز الفايل بتاعنا للريندر. فهنيجي من هنا هنختار الريندر سيتنجز بتاعتنا. اول حاجه هنختار الاوتبوت بتاعنا هيكون مكانه فين، فهنختار من هنا ريندر سي جي. هنختار ان احنا هنرندر هنا، هنقول له اكسبت. احنا محتاجين هنا ايه؟ محتاجين زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، يا اما بترندر بي ان جي فهيطلع معاك بالشادو بتاعك اللي موجود، او بترندر اي اكس ار فبيطلع الاكس بيطلع الشادو بوست لوحده، بيطلع الشوز نفسها او بيطلع الاوبجكت نفسه لوحده. تعالوا احنا المره اللي فاتت عملنا بالاي اكس ار، المره دي هنعمل بالبي ان جي عشان نعرف برده ونشوف الفرق. هنختار هنا ار جي بي اي عشان انا محتاج يكون فيه الالفا او الجزء اللي هو الماسك بتاعه. الكالر ديبس بتاعي هخليه 16، وما اعتقدش ان انا محتاج اظبط اي حاجه تاني هنا، انا كده تمام. ممكن ادخل بقى على الريندر سيتنجز بتاعتي. زي ما اتفقنا انا مش بحب الدي نويز بتاع بلندر نفسه، فهلغي الدي نويز اللي هنا، وهاجي على الباسز هفعل الباس بتاع الدي نويز داتا، وهبدا ان انا ادخل على الكومبوستر. كل دوت اتعمل لي بالتراكنج، التراكنج عمل لي كل الاستراكشر اللي انتم شايفينه ده، فانا كل دوت انا مش محتاجه. ممكن الغي كل ده ارجعه ورا خالص كده، انا مش محتاجه. انا كل اللي انا محتاجه هو الريندر دوت، ريندر لاير دي. هبدا احط دي هنا
وابدا احط دي هنا، احطها مره في الكومبوست واحطها مره في الفيور. اوكي طيب بدل ما كل شويه بقى اسحب الواير ده واحطه هنا كده مره وهنا مره، ممكن ادوس شيفت واعلم على الاثنين دول بس بالكليك يمين في الكيبورد، بالكليك يمين في الماوس، فعمل لي نقطه كده، النقطه دي جمعت لي هما الاثنين مع بعض. بعد كده هبدا ادوس شيفت ايه واحط هنا النوده بتاعه الدي نويز، ابدا احطها واجي لما باجي امشي عليها كده واحطها على الواير اللي ما بين الاثنين دول، بص لونه بيتغير ازاي. معنى كده ان انا اول ما ادوس هتلاقي تعمل لها لينك على طول. طيب وبعد كده بعمل بقى دي نويز نورمال بوصلها في النورمال، والدي نويز البيدو بوصلها في الالبيدو. كده انا كنسلت الفكره بتاعه الدي نويز اللي موجود هنا عشان خاطر هو ما بيبقاش احسن حاجه بالنسبه لي يعني، وبحب ان انا استخدم الدي نويز داتا دي. طيب هيبقى بقى هنا ان انا اعمل ايه، محتاج احدد بقى السامبلنج بتاعي. هنا ممكن اخليه 150 سامبل لان انا هنا مفيش نويز كتير، الدنيا يعني كلير ونظيفه وحلوه. وبس كده اتاكد بقى طبعا ان انا هنا مفعل الموشن بلور ومفعل الترانسبيرنت وكده زي الفل. هبدا ان انا ارندر السيكونس دوت ونرجع تاني بعد ما يخلص ريندر عشان نعمل الكومبوزيت بتاعي. اثناء ما انا بدات الريندر بتاعي لقيت الكيوب بتاعي دوت ظهر هنا كده في الريندر. ده طبعا غلطه مني عشان انا بس خفيته من الفيو بورت هنا وما خفيتوش من الريندر، فغلطه زي دي لازم اعمل كده، اشيله من الفيو بورت واشيله من الريندر. لازم اتاكد ان الاثنين دول مقفولين عشان خاطر ما يظهرش معايا. وكمان برضو انا نسيت اعمل سيف للفايل قبل ما رندر، دي برضو خلي بالك من المشكله دي. تعمل سيف للفايل بتاعك كده قبل ما تعمل ريندر على طول عشان خاطر الحاجه بتاعتك تبقى محفوظه. اوكي وبعد كده ندوس بقى كنترول اف 12 عشان يبدا يعمل ريندر انيميشن للبروجكت بتاعنا. طيب الريندر بتاعي كده خلص خلاص، وده النتيجه بتاعتي اهو. الفريمات بتاعتي كلها اترندرت. انا رندرتها مره بي ان جي ومره اي اكس ار عشان خاطر نشوف الفرق. طبعا زي ما قلنا انت عندك في الاي اكس ار مش هتلاقي الشكل دوت، ده بلاير انا بنزله عشان خاطر اعرف اشوف بيه الاي اكس ار. لو انت محتاج تنزل البلاير دوت ممكن تنزله من اللينك اللي هتلاقيه في الديسكريبشن. ده الويب سايت بتاعهم كمان برضو عشان لو انت حابب ان انت تبص عليه، اسمه كيس بلاير، هو لذيذ يعني وبينفع. طيب تعال بقى نفتح فايل جديد لبلندر وهنمسح كل دوت ونخش على التابه بتاعه الكومبوزيت زي ما عملنا بقى المره اللي فاتت. هنعمل ايه، هنفعل اليوز نود دي اول حاجه، هنمسح الريندر لاير ديت وهندوس شيفت ايه ايمج سيكونس، وهنختار اول حاجه السيكونس بتاعنا او الباك جراوند بتاعتنا اللي احنا كنا عملنا عليها الماتش موف اللي هو البليت الاصليه يعني. امبورت وهتيجي هنا اوكي ادي 250 فريم. بعد كده هنعمل شيفت ايه تاني ايمج سيكونس، هنختار بقى الريندر بتاعنا اللي احنا عملنا له. الريندر بتاعنا بقى اللي هو السي جي شغل ال 3 دي اللي احنا عملناه. هندوس على اول فريم وبعد كده هندوس على حرف الاي وهنختاره هنا. وتعالى كمان بالمره نجيب الاي اكس ار اللي احنا رندرناه صيغه الاي اكس ار عشان يبقوا معانا هم الثلاثه بالشكل ده هنا. طيب قبل ما نعمل اي حاجه احنا محتاجين زي ما اتفقنا بقى بنظبط السيتنجز بتاعت الفايل. هنا 1080 في 1920. الفريم ريت بتاعي كان 30 فريم بير سكند. الكالر مانجمنت بتاعي هنا هو اي جي اكس، هنخليه ستاندرد عشان احنا شغالين في ال 2 دي. طيب عشان بقى ابدا اعرض النودز دي زي ما اتفقنا بدوس كنترول وشيفت وادوس على النوده اللي انا عايز اشوفها بالكيبورد او بالماوس كده، فبيبدا يعرضهم لي مع بعض او بيبدا يعرضهم لي بالشكل ده. طيب عشان بقى ادمجهم لو واخدين بالكم هنا في البي ان جي هو مطلع الباس بتاع، هو مطلع الشادو مع الريندر على طول. في الفايل اللي فات او في البروجكت اللي فات احنا كنا مطلعين الشادو لوحده والسي جي لوحده. هنا احنا مطلعين الاثنين مع بعض عشان بس نشوف الفرق ما بينهم. طيب عشان ندمج بقى الاثنين دول مع بعض كده هنبدا نعمل ايه، هنجيب من هنا هننزل النوده بتاعت الفا اوفر، هنحط فيها هنحط فيها الفوتج الاصليه بتاعتي، هنخليها في السوكت اللي فوق، وفي النود اللي تحت هبدا احط الايمج بتاعتي كده، وبالفيور بتاعتي دي هخليها هي اللي تشوف الالفا اوفر اللي ما بين الاثنين دول. ادوس كده فعمل لي الشكل اللي احنا شايفينه ده كده هو دمجهم لي مع بعض الشكل اللي انا شايفه ده. بس انا يعني عاده ما بحبش بصراحه البي ان جي في الريندر لانه لو ركزتوا هنا كده شايفين بصوا على الجزء اللي هنا دوت هتلاقي الشعاع او الشعله بتاعه النار اللي هي كانت محطوطه دي بقت شكلها غريب قوي هنا، عكس ما في الاي اكس ار شكلها احسن بكتير. فانا عشان كده بفضل يعني الاي اكس ار حتى في الالوان بتاعته بيبقى شكله احلى بصراحه. فانا عاده ما بحب الاي اكس ار عن البي ان جي في الريندر. هو مشكلته بس ان الحجم بتاعه بيبقى احيانا بيبقى كبير شويه، بس يعني تمام انا بقدر اتعامل او اهندل الجزئيه دي. وبس كده خلاص بقى النوده دي مش محتاجينها خالص دلوقتي. يبقى احنا كده بس خلاص عملنا الكومبوستنج بتاعتنا بالالفا اوفر اللي ما بين الاثنين دول كده. زي ما اتفقنا بقى قبل ما رندر لازم يبقى الكومبوزيت دي هي كمان متوصله زيها زي الفيور عشان يبقى هما الاثنين كده متوصلين مع بعض. اختار من هنا بقى
الاوتبوت بتاعي اشوف انا عايز احطه فين. اجي على الكومب بتاعي واختار من هنا اسميه بقى الاسم اللي انا عايزه مثلا وليكن كده. طبعا عايز اطلع ده فيديو في النهايه بقى، مش عايزه سيكونس صور ولا حاجه، فهختار من هنا الفورمات بتاعي يبقى FFmpeg، وهختار من هنا الانكودنج هخليه MPEG 4، وهطلع الكواليتي بتاعتي هاي كواليتي. وخلاص انا متاكد طبعا بقى خلاص ظبطنا الريزوليوشن وظبطنا الفريم ريت، فهاجي هنا وادوس كنترول F12 عشان يبدا يعمل لي الريندر بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انت ممكن بقى براحتك تقدر تعمل الانيميشن اللي انت عايزه. انا بس هنا عشان خاطر ما حبيتش ان انا اعمل اللود في الفيديو ده على الانيميشن او اي حاجه، انا بس مركز هنا اكتر حاجه مركز عليها فكره التراكنج، وبنحط اوبجكت بس كده عشان خاطر يبقى احنا طلعنا بروجكت في الاخر، يعني طلعنا برودكت عموما كده نقدر نبص عليه مع بعض يعني في البروسيس او في المراحل اللي احنا بنعملها. اما انت بقى ممكن في البروجكت بتاعك او في الفيديو بتاعك تعمل الحركه اللي انت شايف ان هي ممكن تكون مناسبه معاك بقى للشوت ده. لسه هنشوف بقى في فيديوهات قدام هنبدا نشتغل في شغل ال 3 دي بشكل متخصص اكتر، وفي الحاجات اللي ليها علاقه بالريجيد بودي وليها علاقه بالفيزيكس وليها علاقه بالكلوز سيميليشن والبارتيكلز وحاجات كتير قوي. طيب خلاص الريندر بتاعنا خلص، تعالى بقى نشوف النتيجه النهائيه، وتبقى دي النتيجه النهائيه بتاعتنا للبروجكت بتاع النهارده. حاجه يعني سريعه شويه كده، بس احنا كده اتاكدنا ان احنا عملنا تراكنج بشكل مظبوط، وحطينا الاوبجكت بتاعنا بشكل مظبوط، وعملنا الانيميشن، عملنا الكومب، عملنا كل حاجه شكلها تمام التمام. وزي ما قلت لك بقى انت ممكن تبدا تعمل البروجكت بتاعك بالانيميشن اللي انت محتاجه كله. وبس كده، ده كان كل اللي عندنا في فيديو النهارده. لو حاسس ان الكلام عجبك وحابب ان انت تشوفه تاني ممكن تعمل لايك وسبسكرايب، ويستنانا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. سلام.